الإسلام من المرأة المسلمة. أحكام تخص بتزيين المرأة في جسدها، أحكام باللبس والحجاب، أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، أحكام المرأة. الله أكبر. وحرص الله الزوج على 4 كحد أعلى بشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين التائبين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. هنا في هذا المكان بعيداً عن ضجيج الفتن ودروب الشر والمحن تنزاح أثقال الهموم وتغرو أنفاس القموم. فأهلاً وسهلاً بسادة الحضور وضيوفنا الكرام وعلمائنا الأعزاء. نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أبدأ كلامي هذا نستأنف ونشكر شيخنا الفاضل ناصر ابن آدم، لك منا جزير الشكر ومن الله الثواب والأجر. لا زلنا بكم نحتفي وإلى العلا بكم نلتقط طالبات، بل بإذن الله داعيات باب الريان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. فبفضل من الله يكون لكل شيء التمام والعرفان، وبدونه كل شيء فيه نقصان. فالحمد لله الذي وفقنا على تعلم كتاب أحكام تختص بنساء المؤمنات مترجم باللغة الأرامية على يد معالي الشيخ ناصر ابن آدم، ونلخص ما تعلمناه في مواضيع بسيطة. ولكن في هذا الكتاب رفع عنا الجهل في أمور عديدة تخص المرأة المسلمة، وهناك 9 فصول. الفصل الأول أحكام عامة: مكانة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام، وماذا يريدون أعداء الإسلام من المرأة المسلمة. أحكام تخص بتزيين المرأة في جسدها، أحكام باللبس والحجاب، أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، أحكام المرأة في صلاتها، أحكام تختص في باب الجنازة، وأحكام تخص في باب الصيام، أحكام تخص المرأة في الحج والعمرة، وأيضاً 9 وأخيراً أحكام الزوجية وبإنهائها. أما ما عانته المرأة المسلمة في عصر الجاهلية، كانت في فترة عصيبة جداً. كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من قام بدفنها وهي حية، ومنهم من يتركها في حياتها بالذل والمهانة، لقوله تعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. فلما بعث نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بنور الإسلام، بنور الهدى، بنور الحق، واستعادت المرأة كرامتها واعتبارها، وحرم الله أن تكون من جملة الموروثات للزوج الميت، بل ضمن لها استغلال شخصيتها وجعلها الوارثة والموروثة. وحرص الله الزوج على 4 كحد أعلى بشرط
القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات بين الزوجات ومعاشرتها بالمعروف، وتكون الامرأة الآمرة والناهية في بيت زوجها وأميرة على أولادها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالحمد لله والحمد لله على التمام، والحمد لله على الختام. فبالتعليم همسنا وبالخير إن غمسنا. أوصيك يا جوهرة الزمان، أوصيك يا وصية الحبيب، ألا تغرك مفاتن الدنيا، وأن تحذري كل الحذر من أعداء الإسلام، وألا تكوني سلعة رخيصة لتلبية حاجات ضعاف الإيمان، وأن تسلكي طريقاً قريباً من الرحمن بعيداً من أصحاب الغرائز الجائحة. أخيراً وليس آخراً، شكراً لكل من ملأ قلوبنا بحضوره، شكراً لكل من هدى وشكر، شكراً لكل من أعطى وصبر، شكراً لله دائماً وأبداً، شكراً لله أولاً وآخراً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.